الدكتور قال لي هروق عليكي وما كنتش فاهمة معنى الكلمة لحد ما حصل بنا اللي حصل. صاحب القصة بتقول أنا اسمي أمير وعندي 3 سنة، متجوزة بقالي 7 سنين من واحد اسمه شريف، معايا منه ولدين، وحاليا شغال ممرضة في مستشفى كبيرة. بس مشكلة المستشفى دي إنها بعيدة جدا عن البيت بتاعي. شغلي متعب قوي، بس بصراحة أحسن من قاعده البيت. جوزي راجل عصبي جدا وفي نفس الوقت بارد قوي معايا، عمره ما حسسني إني ست ولا مهتمة بياه ولا حتى بيقدر تعبي ولا بسمع منه كلمة حلو. كنت بحاول بقدر الإمكان إن أنا أصلح العلاقة اللي بيني وبينه عشان نفسي أسمع منه أي حاجة تبسطني، بس ما فيش فايدة لحد ما ظهر في حياتي الدكتور ياسين. الدكتور ياسين جالنا المستشفى جديد من حوالي 5 شهور، بس هو دكتور شخصية محترمة جدا، وكل الممرضات بيحبه، بيتعامل معانا بذوق قوي وبيتعامل مع الناس كلها بذوق جدا. ومع الوقت بدأت أحس إنه بيهتم بيا بطريقة ما كنتش متعودة عليها. في الأول كنت باخد بالي إنه دايما بيسألني لو كنت تعبانة أو عندي مشاكل في الشغل، بس ما كنتش متخيله إنه هو معجب بيا. لحد ما في يوم حصل بينا موقف خلاني أحس إنه في حاجة غريبة، إنه فعلا في حاجة جواه من ناحيتي. دخلت علشان أجهز الأدوات في العمليات، واليوم ده كنت مطبقه، وبقى لي يومين ما نمتش، وأيدي فعلا كانت بتترعش من التعب وما كنتش مركزه في أي حاجة خالص. فجاه لقيته وقف جنبي وراح ماسك ايدي وقال لي أميرو انت لازم تهتمي بنفسك شوية، انت شكلك مرقه جدا وده غلط عليه قوي. اول ما مسك ايدي دي لقيت قلبي بيدق جامد قوي، حسيت بدات احس بحاجة حلو كنت مفتقداها جدا في حياتي. من هنا بدات علاقتنا تكبر. في الاول كانت مجرد نظرات واهتمام بسيط منه، بس مع الوقت بقينا بنتكلم كتير، خصوصا انه بقى يطلبني أنا اللي أكون دايما معاه في أوضة العمليات، وبقيت نقضي ساعات مع بعض في المستشفى وساعات بعد الشغل في التليفون، لأن أنا بروح البيت وبيكون جوزي لسه نازل الشغل، لأن جوزي شغال وردي بالليل، يعني بيمشي من البيت الساعة 4 صفر العصر وبيرجع ثاني يوم الساعة 9 الصبح. فبكون قاعدة في البيت بعد ما برجع من الشغل لوحدي وأقعد أتكلم مع دكتور ياسين، وحكيت له عن حياتي من أول ما اتجوزت. وطبعا كنت بشتكي له من حياتي اللي أنا عايشاها دلوقتي، وإن أنا مستحمله العيش اللي أنا فيها دي علشان بس ولاد. وأنا بكلمه كان دايما بيصبرني ويقول لي كلام حلو، يفضل بيقول لي إن أنا وحده جميله وما استاهلش المعاملة دي، وإن أي واحد في الدنيا بيتمنى بقى بس إن أنا أكون مراته. كنت أول مرة أحس من كلامه إن في حد مهتم بيا، ودي كانت أكتر حاجة وأنا مفتقداها من جوزي. وفي يوم دخلت أوضة العمليات وبجهز الأدوات اللي هنشتغل بيها وكده، وما كانش في حد موجود في أوضة العمليات غيري وكده. كده أنا بكون قبل أي حد موجود علشان أجهز الدنيا قبل ما الدكتور يجي. فجاه لقيت الدكتور ياسين جوا بدري قبل ميعاده بكتير، سلم علي ولقيته واقف جنبي وقال لي أنا عاوزه أقول لك على حاجة. وقلت له اتفضل. قال لي أنا معجب بيكي أوي يا أمير ومش قادر أمنع نفسي عنك. قلبي وقتها فعلا كان هي أقف وفضلت ساكته، وما كنتش عارف بنعرض عليه أو أقول له إيه. لقيتني بقول له أنا كمان. قال لي وأنت كمان إيه؟ قلت له معجبة بيكي أوي. قال لي أنا لو كنت قابلتك من زمان من قبل ما تتجوزي أنا ما كنتش سبتك وكنت بتتجوز. قلت له هو في دكتور بيتجوز ممرضة؟ قال لي ملهاش علاقة، طالما بيحبوا بعض أكيد يقدر يتجوزها. قلت له يلا الحمد لله، كل واحد بياخد نصيبه. قال لي وأنا بتمنى من ربي إنك تكوني نصيبي. قلت له بس أنتي متجوزة وأنا متجوزة. قال لي محدش عارف بكرة مخبلنا إيه في الوقت ده. حسينا إن في حد جاي على أوضة العمليات، فبعدنا عن بعض وأنا بدأت أشوف شغلي. ومن اليوم ده وهو بقى يطلبني كتير في الأوضة بتاعته اللي في المستشفى. لما بيكون قاعد لوحده بقى يحصل بين حاجات زي إنه بقى ياخدني في حضنه أو يديني أبوسه. بقى طبعا كنا بنعمل كده بسرعة وعلشان بنكون خايفين إن حد يدخل علينا، لأن الأوضة بتاعته كانت في وش الطرقة، وكنت لما بدخل عنده
قبل ما يعمل أي حاجة كان بيقفل الباب، وبكون وقفوا ورا الباب، وهو يروح باصص من الفتح بتاعه المفتاح علشان يتأكد إن ما فيش حد في الطرقة أو حد جاي علينا، ويروح كايم ويعمل اللي هو عاوزه معايا بسرعة وبكده. يبص تاني لو لقى حد بيروح يقعد على مكتبه بسرعة، وأنا بعمل نفسي واقف وبعيد عنه كأني بتكلم معاه. الموضوع كبر، وكل مرة كنا بنحاول نعمل كده وإحنا مستخبيين عن الناس، بس برضه كنا خايفين. الدكتور ياسين كلمني في التليفون وقال لي إنه هو مش واخد راحته في المستشفى معايا، وإنه هو عنده عيادة خاصة بيقفلها يوم في الأسبوع، واقترح علي إن أنا أزوره، إني أكون أظبط الأجازة بتاعتي على اليوم اللي بيكون قافل فيه العيادة ونتقابل فيها. كنت مترددة في الأول، بس بعد ما جربت اللي بيعمله معايا وبفتكر قد إيه بيخليني سعيدة قوي وهو قريب مني، وافقت. ولما قعدت مع جوزي عرفت إن الجدول بتاع الشغل بتاعي اتغير، وبدل ما كنت باخد إجازتي يوم الأربعاء، إجازتي هتبقى هو اليوم اللي هروح فيه عيادة دكتور ياسين. أول مرة أروح العيادة كنت حاسة إن قلبي هينط من صدري. دخلت وكان قافل كل حاجة حتى الأنوار. أول ما دخلت قفل الباب وراي وقوده واستقبلني بجمل حضن حسيته في حياتي كلها، حسسني إني ملك. وبعدها دخلنا الأوضة بتاعه الكشف، ودي الأوضة الوحيدة اللي فيها سرير إلا هو بتاع الكشف. وبعد ما دخلت لقيت الدكتور ياسين اتحول من واحد بشوفه دايما هادي في المستشفى لحد كأنه أول مرة يشوف وحده ست في حياته، مع إنه متجوز. بس حسيته بيعمل كل حاجة أنا نفسي فيها. أنا طلعت عن الساعة وخمسية المغرب، فضل معايا 3 ساعات كاملين، كانوا أجمل 3 ساعات في حياتي. خلاني في السعادة اللي ممكن واحدة ست توصل لها. ومن ساعة واليوم ده وإحنا بقينا نتقابل في العيادة كل أسبوع بعيد عن عيون الناس في المستشفى، وبقيت استنى اليوم ده بفارغ الصبر، وحاسه إن أنا عايشه قصة حب حقيقية بعيد عن المرة اللي كنت عايشة في بيتي مع جوز اللي عمره ما حس بيا. بدأت أحس إني بعمل حاجة غلط بس مش قادرة فعلا أبطلها. وكان ليا واحدة وصاحبتي قوي بنحكي كل حاجة لبعضه، وإن أعرف عنها حاجات كتير قوي. هي على فكرة برد متجوزة وبتحب حد غير جوزها. اتصلت بيها وحكيت لها على دكتور ياسين، بس طبعا ما قدرتش أقول لها إن أنا بروح أقابله في عيادته وبيحصل بينا حاجة. وقالت لي ما هي الحياة يا بنتي، جوازه والسلام والحب بتلاقيه مع حد تاني. قالت يا إشي حياتك أنت لسه صغيرة، أنا عارفة إن موقفي صعب أوي، هعرف أطلق من جوزي عشان الولاد ولا دكتور ياسين، وأنت يا تتجوزني عشان هو متجوز، وما فيش قدامي غير إني أفضل عايشه كده بدور على سعادتي في مكان تاني، وكله بسبب جوزي ربنا يسامحه. أنا مش عارفة أعمل إيه والله. يعتبرون أخدكم واللي عنده نصيحة ليا يكتبها لي في التعليقات، وأنا هقرأ كل التعليقات بتاعتكم. دي رسالة جت لنا على رسائل صفحة الفيسبوك. لو عندك أي قصة أو مشكلة ومحتاج تعرف الناس فيها ابعتها لنا وإحنا هنعرضها.